كسبت مرتين ورا بعض وبدأت تحس إنك فاهم كل حاجة، عايز أقول لك وقف هنا. في المستشفى كان في دكاترة نوعين، الأول دكتور خبرة 20 سنة شاف آلاف الحالات ومع ذلك بيستشير زمايله في الحالات الصعبة، ده اسمه ثقة زائد تواضع. التاني دكتور لسه متخرج عمل 3 عمليات ناجحة، بدأ يحس إنه الأفضل ومش محتاج حد، ده اسمه غرور. وعايزك تخمن مين فيهم اللي كان بيغلط أكتر؟ أكيد المغرور، عشان الثقة الزايدة بتعمل عين عن الأخطاء ومش بيتعلم ولا بيطور من نفسه. ونفس الظاهرة دي في الاستثمار، ناس تكسب صفقة واتنين وفجأة تحس إنها فهمت السوق، تاخد قرارات أكبر بفلوس أكتر، تستغنى عن المشورة، تتجاهل التحذيرات، تتحول من مستثمر حذر لمقامر متهور، وفي الآخر خسارة كبيرة بتمحي كل المكاسب اللي قبلها. الفرق بين الثقة والغرور إن الثقة إنك فاهم لكن مش فاهم كل حاجة، كسبت لكن ممكن أخسر، عندي خبرة لكن لسه بتعلم، بستشير، بدرس، بحلل. لكن الغرور اللي هو أنا فاهم كل حاجة، مستحيل أخسر، مش محتاج حد يعلمني، بتجاهل النصايح، بستهين بالمخاطر. 6 علامات للمغرور: بدأت تستثمر مبالغ أكبر بكتير من غير تدرج، بطلت تدرس السوق زي الأول، بطلت تسمع لحد حتى الخبراء، بقيت تنصح غيرك بثقة رغم إنك لسه مبتدئ، بدأت تاخد مخاطر أكبر عشان واثق، بتنسب نجاحك لمهاراتك وبس. لو لقيت نفسك فيك 3 علامات أو أكتر، عايز أقولك إن أنت في منطقة الخطر. 5 خطوات تحافظ بيهم على ثقة صحية. اتعلم من الفشل مش النجاح بس، استمر في التعلم، السوق دايما بيتغير، استشير دايما حتى لو انت واثق، ما تزودش المخاطرة بعد النجاح، حافظ على الاستراتيجية اللي كسبتك، اكتب اخطائك وراجعها. في الطب اخطر دكتور هو اللي فاكر نفسه فاهم كل حاجة وما بيغلطش، وفي الاستثمار اخطر مستثمر هو اللي فاكر نفسه فاهم كل حاجة وما بيخسرش. عايزك تكتب في الكومنتات العلامة اللي حسيت انها عليك.